السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة أنفو فود. في هذا الفيديو سنحاول تطرق لآخر الأخبار التي تحدثت عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه السابق برشلونة الإسباني. في هذا الفيديو كما ترون والد اللاعب الذي يعتبر هو وكيل أعماله خورخي مانديز يتحدث للإعلاميين وهو في طريقه للقاء رئيس نادي برشلونة لابورتا. وكما تشاهدون الآن الصحفيين يحاولون معرفة آخر أخبار اللاعب. وهنا إحدى الصحفيات قالت له إمكانية ما مدى قرب اللاعب الأرجنتيني للنادي الإسباني. بكل الصراحة تحدث والد اللاعب وقال لهم أنه اللاعب يحب هذا النادي والنادي يحبه، وكل شيء ممكن، والأيام هي التي تفصل في ذلك. يعني لمح لإمكانية عودة ابنه للنادي الإسباني. وبما أن لم ينتهي كل شيء، يعني الفحص الطبي والمفاوضات لم تنتهي بعد، لم يؤكد هذا، ولكن كل شيء في طريقه لانتقال النجم الأرجنتيني للفريق الإسباني الكتالوني. أستطيع أن أؤكد لكم أن البرغوث الأرجنتيني سيعود للفريق الكتالوني، وسيكون هناك بداية من الموسم المقبل والموسم الداخل بحول الله. في الفيديو الثاني كما ترون لقاء الوالد اللاعب مع رئيس نادي برشلونة لابورتا في إحدى المطاعم. يتحدثون عن قيمة الصفقة وعن الراتب الشهري وكذلك العقود والإعلانات والإشهارات التي سيقوم بها اللاعب والأموال التي يحصل عليها، أمور روتينية في عقود أي لاعب. ما يهمنا هو إمكانية عودة النجم الأرجنتيني لناديه السابق. اللاعب قريب جدا من أي وقت مضى للعودة لناديه السابق. الأخبار التي تتحدث عن انتقاله للنادي الهلال السعودي لا صحة لها. أستطيع أن أؤكد لكم أن النجم الأرجنتيني سيكون كتالوني بنسبة 100%، ولن يلعب في الدوري السعودي مثلما انتقل إليه النجم الفرنسي كريم بنزيما مؤخرا، وقبله الموسم الماضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ولمعرفة آخر أخبار النجم الأرجنتيني ومختلف الأخبار الكروية، أتمنى منكم الاشتراك في القناة ومتابعة آخر مستجدات لنوافيكم بها. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.